هنالك فترات في التاريخ الإسلامي، فترات الازدهار عموما في تاريخ الأمم تسود فيها الثقة بالنفس والثقة بالغير والانفتاح على ثقافة الغير، سواء كان من أهل الملة أو من خارج أهل الملة. من طبيعة الشعوب في عصور الازدهار أنها تنفتح، يسود فيها الفضول العلمي والتعطش للمعرفة وحب الاستطلاع والتسامح مع الآخرين، لأن الثقة بالنفس تمنح التسامح. ضعف الثقة بالنفس يؤدي إلى التعصب. وللفيلسوف الفرنسي كلود ليف ستراوس نظرية جميلة في تاريخ الثقافة، فهو يقول إن الإبداع لا يكون إلا على الحدود بين ثقافتين، يعني أن الثقافة الإبداعية عموما هي ثقافة تركيبية. أنت لا يمكن أن تبني ثقافة بناء على ثقافتك الموروثة فقط، تحتاج إلى محافظة على ذاتك، لكنك تحتاج إلى إثراء ذاتك. وإذا طبقنا هذا على جوانب التاريخ الإسلامي نقول إن عصور الازدهار في التاريخ الإسلامي كانت دائما عصور تمازج وتواصل بين السنة والشيعة وبين الطوائف كلها حتى غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. كان هنالك تمازج وتواصل، ولذلك تجد في مساجد السنة شيعة يدرسون، وفي مساجد الشيعة سنة يدرسون، وتجد عالم يتنازع عليه السنة والشيعة كلهم يدعيه لنفسه مثلا، وخلفاء يتنازع عليهم السنة والشيعة كلهم يدعيه لنفسه، لأن ما كانت فيه هذه الحدود الفاصلة. مثلا الناصر وهو الخليفة العباسي يترجم له الشيعة على أنه خليفة شيعي، يذكره محسن الأمين في موسوعة أعيان الشيعة ويثني عليه كثيرا، وحتى يورد أبياتا أوردها كثير من المؤرخين، أبيات أرسلها الناصر إلى أحد الأيوبيين، واحد من أولاد صلاح الدين الأيوبي كان أيضا متشيعا، وكان يشكو إلى الناصر من أخويه، ويرسل إليه الناصر أبياتا يشجعه فيها وابشر فناصرك الإمام الناصر، ويقول في نهايتها. الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك يعتبر عالما من أعلام أهل السنة في الحديث، مع ذلك الشيعة يعتبرونه من أكبر علماء الحديث في الشيعة، بل يفخرون بأنهم هم من أسسوا علم الحديث. لماذا؟ لأن أول كتاب في مصطلح الحديث هو كتاب علوم الحديث للحاكم النيسابوري. فبعض مؤرخي الشيعة المعاصرين يفخر، يقول نحن أسسنا علم الحديث قبل أهل السنة لأن الحاكم النيسابوري واحد منا. طبعا الحاكم هو ليس شيعيا بالمعنى الذي يفهمه الناس اليوم، ولكنه ليس أيضا سلفيا سنيا بالمعنى الذي يفهمه اليوم. هو كان من علماء السنة الذين لديهم آراء حول قضية الخلافة، وكان يرى أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر ومن عمر، ومثل بعض من علماء أهل السنة. يعني لم يكن الأمر يصاغ بلغة اعتقادية حدية، كان عالما فيه ازدهار فكري، كان عالما لا يزال فيه انفتاح. في التاريخ الإسلامي إذا سادت كانت هنالك المدرستان، ونجد أن مدرسة التواصل تسود في عصور الازدهار، وأن مدرسة القطيعة تسود في أوقات الأزمات وفي عصور الانحطاط. مع ذلك حتى إذا درسنا الخريطة السنية نجد أن بعض المدارس السنية تاريخيا أكثر انفتاحا على الشيعة، وبعض المدارس الشيعية أيضا أكثر انفتاحا على السنة من غيرها. وتوجد مدارس صلبة في موقفها لا تقبل الحلول الوسط. وبالطبع من أشد المدارس قطيعة مع الشيعة في تاريخ أهل السنة هي المدرسة الحنبلية، وأنا أعتقد أن جذور هذا لا ترجع إلى التشيع بل ترجع إلى الاعتزال، لأن محنة الإمام أحمد مع المعتزلة ثم تبنى الشيعة بعد ذلك أهم مبادئ المعتزلة في العقيدة. فالمسألة جذورها أبعد من التشيع، لأنه في عصر الإمام أحمد ما كان فيه شيعة بالمعنى الكلمة بمعنى الاعتقادي حقيقة، وإنما كانت مجرد مذهب سياسي. التشيع الحقيقي بدأ في القرن الخامس الهجري مع كتابة هذه الكتب الأمهات، كتاب الكليني، كتاب الكافي، والكليني توفي عام 329 هجرية، وكتاب ابن بابويه من لا يحضره الفقيه، وابن بابويه توفي عام 381،
والطوسي توفي عام 460 هجرية. التشيع المذهبي العقدي، مدرسة مستقلة في الفقه وفي العقيدة، هذا حقيقة لم يكن موجودا قبل القرن الرابع والخامس، لأن الأصول التي انبني عليها لم تكن موجودة أصلا. ولذلك كان هنالك اختلاط كثير في الأفكار، كان هنالك آراء سياسية طبعا في قضية الخلافة وغيرها، ولكن لم تكن آراء عقدية فقهية متميزة تماما عن أهل السنة. محنته الإمام أحمد رحمه الله مع المعتزلة أعتقد أنها ورثها الحنابلة مع الشيعة بسبب اعتزال الشيعة في قضايا الصفات وغيرها. ثم إن الحنابلة، وهنالك دراسات معاصرة طريفة عن الموضوع، مثل دراسة البابطين من السعودية، عنوان دراسة لطيفة عنوانها ميراث الأزمنة الصعبة، أيام الحنابلة في بغداد. وهنالك أيضا دراسة جميلة لباحث الجزائري الدكتور علال، عنوانها تاريخ التعصب أو التعصب في التاريخ الإسلامي. وأخيرا دراسة المستشرق الأمريكي كوك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي دراسة لتاريخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التاريخ الإسلامي. الحنابلة عموما يميلون إلى أخذ السلطة، ما يسمونه الأمريكيين taking the law by hand، يعني أخذ القانون باليد حرفيا. معناها في التاريخ الإسلامي خصوصا في بغداد حسب ما يظهر من هذه الدراسات أنه كانوا حركيين بتعبيرنا المعاصر، فلم يكونوا ينتظرون السلطة في تغيير المنكر الذي تقوم به طوائف أخرى أو ما يعتبرونه منكرا عند الطوائف الأخرى، وإنما كانوا يتصرفون بالفعل. وهذا التصرف بالفعل من وراء السلطة أدى إلى صدامات دائمة بين الحنابلة والشيعة في بغداد طيلة القرن الرابع والخامس الهجري وحتى السادس، ويوميات الصراع بين الطائفتين خصوصا في أيام المناسبات الشيعية مثل عاشوراء وغيرها، تجدها زخرت بها كتب التاريخ مثل الكامل لابن الأثير ومثل البداية والنهاية لابن كثير وغيرها، والمنتظم لابن الجوزي، يصفوها بشكل دائم يعني. وفتنة، قامت فتنة بين الحنابلة والشيعة، وقامت فتنة بين الحنابلة والشيعة، وقامت، يعني هذا يتكرر تقريبا كل سنة يتكرر. أنا أعتقد أن من أزمتنا سبب سيادة القطيعة اليوم هو أن أهل السنة سادت عندهم الرؤية الحنبلية للشيعة، وأن الإمامية تبنوا المذهب الإسماعيلي في السياسة. فهنالك تحول في المدرستين، تحول سياسي لدى الشيعة وتحول فكري لدى أهل السنة. الحنابلة كانوا عنصرا ولم يكونوا أكبر المدارس الفقهية أو الفكرية عند أهل السنة، بل كانوا دائما من حيث العدد مدرسة صغيرة العدد، لم تتبناها دولة كبيرة ولم تسد في مناطق شاسعة، وإنما استقروا شوية في بغداد في القرن الرابع والخامس، وبعدين نزح المذهب الحنبلي إلى سوريا إلى الشام، فتجد ظهر هناك ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ثم بعد ذلك نزح في العصر الحديث، فانتقلت ثقله إلى الجزيرة العربية مع مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذه المدرسة التي كانت أقلية داخل أهل السنة هي اليوم أكثرية بفكرها، يعني المقولات الحنبلية أصبحت هي السنة اليوم، ولو كانت مجرد أقلية داخل أهل السنة، وذلك انجر على رؤية أهل السنة للشيعة اليوم في أبشع صورة ممكن أن يروهم فيها. أما الشيعة فالتحول لديهم تحول سياسي. الشيعة الإمامية الذين كانوا سلبيين سياسيا تاريخيا إلى حد ما تحولوا إلى شيعة إسماعيلية من الناحية السياسية، لأنه تاريخيا الشيعة الإسماعيلية كانوا هم النشطون سياسيا، كانوا هم النشطين سياسيا، وهم الذين بنوا دولا، وهم الذين ثاروا ضد الخلافة السنية، وهم الذين أسسوا دولة الفاطمية، وأسسوا، يعني كانوا حركيين سياسيا الشيعة الإسماعيلية. فكأن الخميني بنظرية الفقيه حول الإمامية إلى إسماعيلية سياسيا، وكأن المدرسة السلفية الحنبلية المعاصرة أيضا عممت نظرتها للشيعة فتحولت نظرة جميع أهل السنة. فاصطدمت هذه النظرة الفكرية المتشددة
عند أهل السنة في العصر الحديث، مع الحركية السياسية الجديدة عند الشيعة الإمامية، فجاءت هذا المخاض العسير الذي نعيشه اليوم في الجانبين. نقول إن مدرسة التواصل تمتاز بميزات أهمها أولا الحذر الشديد من التكفير ومن تمزيق الصف. مدرسة التواصل عند أهل السنة، المدرسة التي تؤمن باحتواء كل الطوائف الإسلامية تحت المظلة الإسلامية الجامعة، هي دائما حريصة على عدم التكفير وحريصة على الوحدة. وهذه المدرسة كان يمثلها تاريخيا الأشاعرة إلى حد كبير، ولذلك كان من مبادئهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بتأويل، ما دام يوجد أي مخرج لحمل فعل هذا الإنسان أو قوله أو اعتقاده على أنه مسلم فينبغي حمله على ذلك. والخطأ في إدخاله في الإسلام خير من الخطأ في إخراجه من الإسلام. أيضا كانت هذه المدرسة لأنها مدرسة تركيبية، الأشعرية بطبيعتها مدرسة تركيبية لأنها مزيج من عناصر معتزلية وأثرية وفلسفية وصوفية وغير ذلك، هي مدرسة تركيبية. لأنها مدرسة تركيبية فإنها أيضا تلاحظ الظلال المختلفة داخل الطائفة الأخرى داخل الشيعة، ولذلك حتى علماء الأشاعرة الذين ردوا على الشيعة وجردوا أقلامهم في الرد عليه لا يعممون التعميم الذي نجده اليوم. مثلا الغزالي مرة أخرى في فضائح الباطنية لا يعمم التعميم الذي نجده اليوم، هو يركز على الإسماعيلية. أولا هو لا يهاجم الإمامية وإنما الإسماعيلية. ثانيا حتى الإسماعيلية يأخذ مقولاتهم بطريقة علمية، فيقول ويفصل، يقول مثلا لو أن هل من يتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة كافر أم لا؟ فيقول مثلا إذا كان اتهامه مبنيا على تكذيب للقرآن، قصد تكذيب القرآن فهو كافر. إذا لم يقصد تكذيب القرآن وإنما هو جهل أو تأول أو يظن أن آيات البراءة لم تنزل في عائشة فهذا أمر آخر، هذا طبعا ليس كافر، هذا جاهل. فيفصل التفصيل دقيق لم نعد نجده اليوم في الأدبيات الشائعة. حتى يقول حتى من يؤمن أنه لم يوجد في التاريخ شخص اسمه أبو بكر ولا عمر، هذا ليس كافر، هذا ليست مسألة كفر أو إيمان. من سب أبا بكر رضي الله عنه وعمر واتهما بأمور قبيحة والعياذ بالله، يقول الغزالي يقول الناس أخطأوا في صفات الله عز وجل وليسوا كفارا، فكيف بمن أخطأ في صفات أبي بكر وعمر؟ فالمسألة يعني هنالك نوع من الإحساس بالظلال، يعني القدرة التحليلية على الإمساك بالتفاصيل والحكم على التفاصيل وعدم الحكم جملة. أما خطابنا اليوم في المجال هذا فيسود فيه الحكم جملة مع الأسف، والحكم جملة يؤدي إلى الظلم، والتفاصيل معينة على الإنصاف. أيضا مدرسة التواصل تمتاز بالتفسير المنطقي والمركب للتاريخ الإسلامي، فهي لا تفسره تفسيرا أيديولوجيا مذهبيا محضا كما نجده عند بعض المدارس السنية اليوم التي اتخذت من مهاجمة الشيعة مهنة لها. مثلا لا يفسرون دخول المغول بغداد على أنه مجرد مؤامرة شيعية، وإنما يعرفون أنه في أسباب كثيرة، خلافة عباسية تعبانة ومتواطئة، وفي حتى في السنة كانوا أيضا متواطئين مع المغول جاءوا من الموصل، وفيها مشاكل كثيرة، وفي مشاكل داخلية في المجتمع نفسه، وفي أمور كثيرة، يعني عوامل كثيرة. لا ينبغي أن يفسر التاريخ بأنه مجرد انعكاس لرؤى أيديولوجية. الأيديولوجيا محرك من محركات التاريخ لكنها ليست كل شيء. هنالك الأطماع الشخصية، وهنالك الحوافز الاقتصادية، وهنالك العوامل العرقية، الحساسيات، الصراعات العرقية بين الشعوب الإسلامية موجودة كثيرة، بين العرب والفرس، وبين العرب والترك، وبين الترك والفرس، وبين غيرهم، وهنالك صراع بين الأغنياء والفقراء، وهنالك أمور كثيرة. الظاهرة الاجتماعية والظاهرة التاريخية عموما تحتاج أن تفسر تفسيرا تركيبيا، لا أن تفسر بعامل واحد. هذا لا يعني أن المذهب ليس له دور، ولكن يعني أن المذهب هو مجرد عامل من عوامل محركة، الأيديولوجيا عامل من العوامل المحركة. أما مدرسة القطيعة فمن سماتها استسهال التكفير دون العذر بجهل أو تأول، لما هي مدرسة تمتاز بالتعميم والخلط بين المدارس داخل الطوائف الأخرى.
ابن تيمية رحمه الله إذا هاجم الإسماعيلية تجده يهاجم الإمامية بأمور عند الإسماعيلية، والإسماعيلية بأمور عند الإمامية، ويهاجم الإسماعيلية والإمامية بأمور عند الدروز أو عند العلويين في فتواه الطويلة حول العلويين والدروز. فهنالك نوع من الخلط بالتعميم بين المدارس، والإنصاف يقتضي التفصيل. العنف الفكري والميل إلى الجدل وتسجيل المواقف هذه أيضا من سمات مدرسة القطيعة في الثقافة السنية، والمدرسة القطيعة في الثقافة الشيعية طبعا. رغم أن القرآن الكريم يعلمنا أن مجرد تسجيل موقف ليس كافيا. أنت إذا أردت أن تغير منكرا، سواء كان بدعة منكرا فكريا كالبدعة أو منكرا عمليا كالمعصية، فإن فعلك يهدفه إلى تحقيق غايتين ذكرهم الله عز وجل على لسان أهل القرية التي كانت حاضرة البحر. ماذا قالوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأنت أولا تعذر نفسك أمام الله عز وجل، تقوم بمسؤولية تبرئ نفسك أمام الله عز وجل، أيضا تسعى إلى إصلاح الانحراف الموجود. لكن ما نجده اليوم عند بعض الناس هو مجرد تسجيل موقف، يعني كأنه يريد يبرئ نفسه، يبرئ ضميره ولا يهم تغير المنكر أم لم يتغير. هذا ليس هو المنهج القرآني. إذا أردت أن تغير شيئا فتحتاج أن تغيره. يعني أن تنزيلا على قضية السنة والشيعة، أنا أعتقد أن منهج الاكتساب ينبغي أن يكون هو المنهج السائد في تعاملنا مع الشيعة وفي تعاملهم معنا، لا أن يكون منهج المغالبة هو السائد. منهج الاكتساب قائم على أساس الحسنى والحكمة وبيان الحق والدلالة على الطريق، ومنهج المغالبة قائم على العنف وعلى تسهيل المواقف وعلى الجدل. تمتاز مدرسة القطيعة بالتفسير التآمري والمذهبي للتاريخ الإسلامي مع الأسف، ابتداء من عبد الله بن سبأ وأن التشيع كله مجرد مؤامرة فارسية يهودية أسسها عبد الله بن سبأ. هذه خرافات، كلام ما عندها أصل. عبد الله بن سبأ أنا بحثت في الخلافات السياسية بين الصحابة 7 سنين لكتابة الكتيب بالخلافات السياسية بين الصحابة، وبحثت في كتب الحديث والتاريخ، واستشرت متخصصين في الحديث وطلبت عونهم. أريد حديثا واحدا عن دور عبد الله بن سبأ في الفتنة، ولا أحد منهم استطاع أن يوفر لي نصا واحدا صحيح السند. لا أتحدث عن روايات تاريخية وكلام أبي مخنف وكلام سيف بن عمر في الطبري وكلام المؤرخين، لا، أريد نصا تاريخيا، نصا صحيحا واحدا. عندنا آلاف الأحاديث حول الفتن وحول المواقع، ما وجدت ولا نصا واحد. هنالك نص واحد صححه الألباني فيه اسم ابن سبأ، لكنه ليس فيه دور لابن سبأ في الفتنة. فهذه الأمور يعني الخرافية لا ينبغي أن نؤسس عليها مفاصلة في المعتقد وبراءة وتقسيم الأمة إلى فسطاطين. يعني هذا أمر ما لا يصلح أن يقام على أمور لا يوجد فيها ولا حتى حديث آحاد واحد صحيح. من التفسير المذهبي للتاريخ، وهذا أمر التفسير التآمري للتاريخ، هو ما يتهم به بعض المؤرخين السلفيين المعاصرين الشيعة بأنهم كانوا متحالفين مع الصليبيين طيلة الفترة الصليبية، وهذا من أبعد ما يكون عن الحقيقة وتعميم خاطئ تماما. وقد أتيح لي تتبع التفاصيل في هذا المجال، فوجدت أن من الشيعة من ضحى وقاتل الصليبيين، ومنهم من تحالف معهم، ومنهم من وقف موقفا سلبيا، ومن السنة من فعل كذلك. فالذين قاوموا من السنة أكثر، والذين تواطؤوا مع الصليبيين وتحالفوا معهم من السنة أكثر، لأن السنة أكثر طبعا من حيث الكم. ولا توجد مدينة تاريخيا، لا توجد مدينة خلال قرنين من الحروب الصليبية صمدت ضد الصليبيين أكثر من مدينة طرابلس في لبنان، حصرت 8 سنين حصار، وقيادتها هي قيادة شيعية، هي كانت فيها دولة بني عمار. القاضي فخر الملك بن عمار كان شيعيا إماميا، هو الذي يقود دولة بني عمار في طرابلس. حصر 8 سنين، ولما اضطر إلى النجدة لم يطلب النجدة من مصر،
من الفاطميين رغم أنهم أقرب جغرافيا، وإنما ذهب إلى بغداد بنفسه يطلب النجدة عند الخليفة العباسي وعند السلطان السلجوقي السنة. فليس صحيحا أنه كان هنالك سني مقاوم وشيعي خائن في الحروب الصليبية، وإنما كان هنالك أنانية سياسية عند بعض القادة سنة وشيعة جرتهم إلى التواطؤ مع العدو، وكان هنالك شرف ونبل وإيمان عند الكثيرين من الطرفين قادهم إلى القتال وإلى التضحية. والعاضد وهو آخر خلفاء الفاطميين ضرب مثلا جميلا في التضحية، لأنه لما خاف على مصر من الصليبيين طلب العون، استشار مستشاريه في طلب العون من نور الدين زنجي في الشام، فقالوا له إذا جاء زنجي إلى مصر فسيأخذها منك، هذه ستكون نهاية الفاطميين. فقال فليكن لينقذ مصر من الصليبيين ولتكن مصر في يدي، أحب إلي من أن تسقط في يد الصليبيين. لا تسقط مصر في يد الفرنجة، وليكن هذا نهايتي أنا ونهاية الفاطميين. كان تضحية كانت عجيبة يعني من العاضد الذي يشتم اليوم في بعض الأدبيات على أنه كان متواطئا مع الصليبيين. هذه حقيقة ليست حقائق. فنحن نحتاج إلى أن نبني ثقافة التواصل على أساس الحقائق. هنالك طعن في الظهر، وهنالك خلافات، وهنالك اقتتال وقع بين الطائفتين في الماضي في بعض المدن، ليس في ذلك شك. وابن بطوطة يتحدث عن أصفهان أنه وجدها أطلالا دمرت بسبب الصراع بين السنة والشيعة، وما في شك أن هنالك بعض المشاكل وقعت ودماء سالت، لكن هذا قليل جدا مقارنة مع تعايش الطائفتين، وبالذات الشيعة الإمامية مع السنة. الإسماعيلية كان يوجد دائما بين علماء السنة من يكفرهم، وكان التعايش معهم أصعب. مع ذلك تعايش معهم السنة في مصر. الخلافة الفاطمية كان وزراؤها سنة، كثير من وزرائها. ابن السلار كان من وزرائها وهو سني، وكان من وزرائها شيعة إمامية أيضا. فلا تجد يعني القطيعة التي نجدها اليوم. ومن الطرائف أن أحد الشعراء والفقهاء السنة وهو عمارة اليمني كان فقيها شافعيا، وهو في الأصل من أهل الزبيد، ولديه كتاب في تاريخ زبيد، ولديه كتاب في الفرائض في الميراث، أحكام المواريث في الفقه الشافعي. وهاجر إلى مصر وأصبح مقربا من حكام الدولة الفاطمية، وأغدقوا عليه كثيرا وأحبهم كثيرا ومدحهم بأحسن أشعاره. ولديه ديوان يوجد اليوم مخطوط في المكتبة الملكية في بلجيكا، عندي منه صورة، ومما يمدح به الخلفاء الفاطميين. يقول: وزرت ملوك النيل أرتاد نيلهم، فأحمد مرتادي وأخصب مرتعي، مذاهبهم في الجود مذهب سنة، وإن خالفوني في اعتقاد التشيع. ولما سقطت الدولة الفاطمية رثاها رثاء مرا في قصيدة قال عنها عدد من المؤرخين إنها أبلغ ما قيل في رثاء الدول. ويقول فيها عمارة اليمني: يا لائمي في هوى، يا عاذلي في هوى أبناء فاطمة، لك الملامة إن قصرت في عذلي، بالله زر ساحة القصرين وابك معي عليهما لا على صفين والجمل. طبعا انتهى الأمر بعمارة لشدة حبه للفاطميين إلى أنه قتله صلاح الدين الأيوبي، لأنه تآمر في محاولة انقلاب عسكري لطاح بصلاح الدين واسترداد الدولة الفاطمية. ولذلك قال عنه ابن الأثير إنه قتله هواه بالفاطميين وحبه للفاطميين يعني ووفاؤه لهم. عموما لم تكن القطيعة موجودة في تاريخنا الإسلامي بين السنة والشيعة، حتى أشد الشيعة بعدا عن أهل السنة مثل الإسماعيلية كان يوجد لديهم وزراء سنة، وكان يعمل لديهم فقهاء سنة، وكان لديهم قضاة سنة، كما تجسده الدولة الفاطمية في مصر.
ونفس الشيء في العصر العباسي كان هنالك وزراء عدة من الشيعة للخلفاء العباسيين وهم سنة، وكان هنالك سلاطين شيعة وهم البويهيون كانوا مسيطرين على الدولة العباسية لمدة 90 عاما وهم شيعة رغم أن الخليفة سني. لم تكن القطيعة التي نعيشها اليوم، لم توجد أصلا في التاريخ الإسلامي هذه القطيعة، ولذلك نحتاج إلى أن نبحث عن جذورها في المصائب التي حلت بأمتنا في العصر الحديث. بل إن من غرائب التواصل أنك تجد في التاريخ الإسلامي أفلالا من الحنابلة الذين هم شيعة أيضا، وهذا أمر لا يكاد يصدق يعني، لأنه الأصل أن الشيعة والحنابلة خلطة متفجرة لا تجتمع أصلا. مع ذلك وجد ثلاثة في التاريخ الإسلامي: الفوطي وهو من كبار علماء الأصول، هو حنبلي شيعي، ووجد الطوفي وهو مؤرخ حنبلي شيعي، ووجد ثالث لا أذكر اسمه الآن، الطوسي. طبعا هذه من الطرائف، أنه الطوسي وهو يعتبر الشيخ، هو يسمى عند الشيعة الشيخ أو شيخ الطائفة لعظم مكانته في الشيعة. مع ذلك كان من كبار علماء المذهب الشافعي، حتى إن السبكي ترجم له في طبقات الشافعية، ترجم للطوسي كعالم من علماء الشافعي، لأنه درس الفقه الشافعي على علماء شافعية فترة طويلة. فالأستاذ البابطين في كتابه عن ميراث الأزمنة الصعبة أيام الحنابلة في بغداد يذكر ثلاثة من الحنابلة الذين كانوا متشيعين، منهم المؤرخ عبد الرزاق بن الفوطي، رجعت الآن إلى كلامي، فقال: ترك فيه الشيعة الإمامية آثارا عميقة كادت أن تقتل فيه حنبليته وتلحقه بهم. ومنهم أيضا النجم سليمان عبد القوي الطوفي البغدادي، انتهى به تأثره بالفكر الشيعي إلى التصريح علانية بأنه رافضي، فكان يقول بيت من الشعر يعني نكتة، فيقول: أشعري حنبلي رافضي هذه إحدى العبر. فعلا أنها إحدى العبر يعني الشاهد الذي نريد أن نقول أنه كان هنالك تواصل، كان هنالك تدارس، كان هنالك مشاركة في الفكر، مشاركة في الفقه، مشاركة في الإحساس بالمصير المشترك، مشاركة في الإحساس بالانتماء إلى أمة واحدة رغم كل مرارات الخلافات المذهبية وغيرها. ولذلك هذه النظرة الحدية التي جاءت اليوم هي مشكلة يعني تحتاج إلى بحث في جذورها التاريخية. وإذا بحثنا فيها يعني باختصار، أنا أقول إنه المشكلة المعاصرة القطيعة الموجودة اليوم بين السنة والشيعة هي إلى حد كبير لها أسباب سياسية وأسباب ثقافية أكثر من أن تكون مجرد الخلاف في الأفكار القديمة. وهذه القطيعة بدأت مع بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 81، حينما تجيشت جيوش من الأقلام ممن فعلوا ذلك طمعا وممن فعلوا ذلك غفلة. ولنتذكر قولة المؤرخ اليمني الهمداني: إن أتباع الملوك الصنفان طماع ومغفلون. فهنالك من جند طمعا وهنالك من جند غفلة للبحث والتنقيب في التراث الشيعي عن أسوأ ما فيه، سواء كان صحيحا أم سقيما أم موضوعا، ونشره على الملأ نشر فضائح على أنه هو الذي يمثل الشيعة، كان تحريف القرآن وأمور كثيرة غيره. ثم أيضا التنقيب عن أسوأ ما في الثقافة الفارسية. وكنت تجد على شاطئ المحيط الأطلسي في شوارع نواكشوط عندنا في موريتانيا، في الشوارع الموت للفرس المجوس هناك على ضفاف المحيط الأطلسي. فأمر عجيب يعني، كان هنالك تجيش طبعا وراءه أجهزة تدرك كيف تخطط ثقافيا، تدرك كيف تحرك هذه الشعوب،
ونحن كما قال الأستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه، قال إن الغربيين يطبقون على المسلمين الشعوب المسلمة اليوم لعبة الثور الأسباني، الثور الذي تحرك له القماشة الحمراء ويظل يصارعها حتى تخور قواه ويضعف. فهم يحركون لنا قماشة حمراء ونحن تخور قوانا في حروب وهمية لا تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لنا ديننا ومصالحنا. هذه القطيعة مع الأسف بدأت، عززتها وجود القومية على الطرفين، القومية الفارسية والقومية العربية. ولا ننسى أن عدنان خير الله وهو خال صدام حسين ومربيه وأبو زوجته، وهو مؤلف كتيب بعنوان 3 ما كان لله أن يخلقهم: الفرس والذباب واليهود. كتيب بالعنوان هذا. يعني طبعا هنالك مشكلات، نحن نعرف الأمور تحتاج إلى دراسة يعني متأنية، تحتاج إلى البحث في جذور تاريخية. هنالك حساسيات ثقافية وعرقية بين العرب والفرس قديمة، وبين الشعوب الإسلامية الكبرى التي كان لها تأثير على المسرح التاريخي، وخصوصا العرب والفرس والترك. فلكل منهم نظرته إلى الآخر، ولكل منهم حساسيته، وبينهم التواصل كثيف، وبينهم أيضا بعض من الحساسيات. تجده في الشعر في العصر العباسي، تجده في الشعر الفارسي في الشاهنامة للفردوسي. الفردوسي في الشاهنامة، وهي تعتبر ملحمة الأدب الفارسي، حوالي 6000 بيت من الشعر. والفردوسي بالمناسبة سني، وقد عاش في بلاط محمود الغزنوي، سني تركي سلجوقي متعصب لسنيته. ومع ذلك فإن الفردوسي لما يتحدث عن الفتح الإسلامي لبلاد فارس يشتم العرب ويقول إنهم يعني كانوا منشغلين بأكل الضب وشرب حليب النوق، ثم بعد ذلك أرادوا أن اغتروا فطمعوا في صولجان ملوك فارس، فتعسا لك أيها الزمن الدوار، كلام من هذا المعنى يعني. ونفس الشيء، وأنا كتبت مقالا عن هذا موجود على موقع الجزيرة نت بعنوان العرب وإيران إشكالية تعريف العدو، وممكن أن تنظروا في تفاصيل أكثر في هذا. نفس الشيء، نفس الصور النمطية، حتى نفس المجازات تجدها في الشعر الذي كتبه شعراء فرس باللغة العربية في العصر العباسي. تجد المتوكلي مثلا، إبراهيم المتوكلي يقول: أنا ابن الأكارم من نسل الجم، وحائز إرث ملوك العجم، وحامل أوتارهم وطالب أوتارهم جهرة، فمن نام عن حقهم لم أنم، فعودوا إلى أرضكم بالحجاز لأكل الضباب ورعي الغنم. وكثير يعني، بشار بن برد، أبو نواس، كله موجود. هذه حقيقة، هذه ظاهرة ثقافية ألفت عنها إحدى الكاتبات الأمريكيات كتابا منذ أعوام ترجم إلى اللغة العربية، وعنوانه صورة العرب في الأدب الفارسي الحديث. أما نحن الآن طبعا نتحدث عن الأدب الفارسي القديم. بشار بن برد: عاش الشقي على رسم يسائله، وعشت أسأل عن خمارة البلد، يبكي على طلل الماضين من أسد، لا درك قل لي من بنو أسد، ومن تميم ومن قيس ولفهما، ليس الأعاريب عند الله من أحد، لا در الذي يبكي على حجر، ولا صبى قلب من يصبو إلى وتد. فتشوف الرموز الثقافية العربية، الوتد والبكاء على الأطلال، وهذا يسخر منها. وطبعا هنالك نظرة دونية للعرب في جوانب من الثقافة الفارسية، وليس في كل الثقافة الفارسية. تجد العكس أيضا في الثقافة الفارسية عند عمر الخيام وعند شعراء كبار حقيقة يحبون العرب ويثنون عليهم كثيرا. كما تجد نفس الشيء في الثقافة العربية، وأنا تتبعت بعضا من هذا في بعض كتب الأدب، مثل العقد الفريد لابن عبد ربه، ومثل أدب الكاتب ابن قتيبة، والكامل للمبرد. تجد قصصا طريفة من الاستهزاء بالفرس في شكل نكتة وفي شكل أبيات وفي شكل أمور كثيرة. وأحدهم يروي عن رجل من قريش أنه كان إذا مرت به جنازة سأل، فإن قيل من قريش قال وبلوتاه، وإن قيل من العرب قال ومصيبتاه، وإن قيل من العجم قال اللهم هم عبادك تأخذ منهم من تشاء وتدع من تشاء.
فهنالك أمور يعني حقيقة امتاز علينا الغربيون اليوم في الدراسات الإنسانية، وأنا لاحظت هذا في الجامعات الأمريكية خصوصا، امتازوا علينا كثيرا بالقدرة على تفكيك جوانب التحيز في ثقافتهم. نحن لا نزال لسنا قادرين على نستبطن هذا التحيز بطريقة لا شعورية ونأخذه ونشتم الآخرين وكأننا لا نقول شيء يعني. أما الغربيون حقيقة أبدعوا في هذا إبداعا. فقضية الصور النمطية يعني perceptions و stereotypes الآن من أكبر جوانب العلوم الإنسانية وأكثرها دراسة في الجامعات الأمريكية. كيف ينظر الأبيض للأسود وكيف الأسود للأبيض، والتحيز بين المهاجرين وبين المهاجرين الجدد، بين الكاثوليك وبين البروتستانت، بين اللي أصولهم أيرلندية والألمانية وغيرها إلى آخره. لا تزال ثقافتنا فقيرة في مجال دراسات التحيز. ولي طبعا الدكتور رحمة الله عليه عبد الوهاب المسيري كتاب جميل على إشكالية التحيز، لكنه كتاب نظري تحتاج إلى تطبيق على الثقافة العربية، على الثقافة الفارسية، على الثقافة التركية، على ثقافة الشعوب الإسلامية المختلفة، لأن المسألة ليست مجرد خلاف في المذهب. يوجد العربي المسيحي مع العربي المسلم عايشين يعني، المسألة ليست خلاف بالعقائد يعني. أنت كيف تتعايش مع من ينسب لله تعالى الولد ولا تتعايش مع من ينكر مثلا خلافة أبي بكر وعمر؟ مستحيل هذا. المسألة ليست مجرد خلاف نزيه في الأفكار، المسألة هي جوانب سياسية، استغلال بشع الاستراتيجية الدولية، تخلف في مجال الدراسات الإنسانية، استبطان للتحيز بطريقة لا شعورية، أمور كثيرة تحتاج إلى أن نشتغل عليها معا. والله تعالى أعلم، وعذرا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.